اهلا بيكم اصحاب برج الجوزاء، عاملين ايه؟ وحشني كتير، يا رب تكونوا بالف صحه وخير وسعاده يا رب. هنشوف مع بعض الطاقه العامه لفنجانك، بس عايزه اشكر الناس اللي بتتفاعل عندي في القناه وبتدعمني باللايك او الاشتراك في القناه، او انهم يقولوا لي رايهم في الكومنتات. اشكركم جدا جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان كنتوا بتعملوا ده بيساعدني جدا وبيخليني استمر معاكم في القناه. هنشوف طاقة الفنجان. هتحطي نيتك مع الفنجان يا جوزاء وتسمي الله، ونشوف طاقة فنجانك. انا بقرأ طاقة للفنجان مش اكتر يا برج الجوزاء. تمام تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، على حسب طاقة فنجانك يا جوزاء، انا بشوف انك انت الفترة دي عندك بعض التعثرات اللي واجهتك الفترة الاخيرة. بشوف انك انت بتنتقل لمرحلة جديدة من حياتك يا برج الجوزاء. انت في حاجة خسرتها في الماضي، هتحصل على حاجة أفضل منها في الوقت الحالي. ممكن تكون دخلت شراكة وما كانش ليك النصيب فيها انك انت تنجح فيها او تحقق الربح المادي اللي انت كنت عامله دراسة جدوى. ممكن كنت حاطط النية انك انت تترقى او تحصل على بوزيشن معين، والحاجة دي ما حصلتش عليها وما كانتش من نصيبك. ايا كان، بشوف ان برج الجوزاء ما كانش فيه حاجات كتير قوي متوقعة ان هي تحدث، وللأسف حدثت، ويمكن ده كان مأثر عليك نفسيا في الفترة اللي فاتت. البعض منكم كان عنده توفيق والبعض الآخر كان لم يوفق الفترة الأخيرة. بشوف انك انت الفترة دي يا برج الجوزاء، انت حاطط الطاقة كلها على نفسك، انك تحسن من وضعك المادي، انك تحسن من وضعك الاجتماعي، بتشتغل على نفسك، بتطور من نفسك من ثقافيا بقى، بتاخد كورس، تتعلم لغة جديدة، بتطور ابداعك، بتظهر ابداعك او موهبتك. ممكن تكون بترسم، بتغني، مدرب مثلا في التنمية الذاتية، او انت مدرس مثلا. يعني انت في حاجة يا برج الجوزاء انت بتشتغل عليها او بتحاول انك انت تستفيد منها. يعني عندك موهبة زي ما قلت لك، او حاجة انت عايز تظهرها. والله انت ست مثلا شاطرة مثلا في الطبخ، او شاطرة في حاجة معينة في الكروشيه، او في الحاجات اللي هي زي دي، بتفكر انك انت تظهريها بانك تطلعي مثلا على السوشيال ميديا، او انك انت تحققي منها ربح مادي، يعني تستغليها في صالحك، او بتستغل شيء معين في صالحك، ايا كانت موهبتك او ابداعك. انت بتحاول توظف ده عشان تستفيد منه، يعني ربح مادي او حاجة من هذا القبيل. انت في الوقت الحالي كل حاجة بتستغلها لصالحك يا برج الجوزاء. كل الفرص في الوقت الحالي انت عايز تاخدها وتمتلكها وتطور من نفسك وتشتغل. دي حاجة حلوة، انت حاطط كل التركيز على تطويرك الذاتي. كمان عندكم الفترة الجاية يا برج الجوزاء ربح مادي. انت اشتغلت على حاجة في الماضي زي ما قلت لك، دخلت مع حد شراكة، آه تعبت في حاجة قوي. الحاجة دي ان شاء الله هيجيلك منها ربح مادي، هتحصل على حاجة ملموسة في ايدك يا برج الجوزاء. كمان انت عندك ترقية، عندك علاوة شأن. ماشي يا برج الجوزاء، عندكم امضاء ورقة مهمة، ورقة ممكن تكون هتحدد مصيرك. ممكن نقلة بقى، ممكن انك انت تمضي ورقة بخصوص وظيفة جديدة، بخصوص سفر، بخصوص مثلا حاجة تبع ورثك، تبع حاجة معينة عندك. ورقة مثلا تخص مثلا شراكة، ايا كان. شايفة ان برج الجوزاء عنده الفترة دي ورق مهم جدا هيمضيه، او هيحصل على ورق مهم. الورق ده هيغير لك حياتك 180 درجة، يعني هيكون هو نقطة التحول في حياتك للحياة افضل. تمام. طيب، برج الجوزاء عايزاك تاخد بالك من حاجة معينة ومهمة جدا، ان الاوراق لا قدر الله ممكن يحصل عندك اي تلاعب او تزوير. طب اعمل ايه يا هاجر؟ ايه المفروض مني اعمله؟ المطلوب منك يا برج الجوزاء انك تاخد بالك وحذرك من اي بنود انت تشوفها في اي ورق. والله بقى انت بتبيع حاجة، بتشتري حاجة، تكون واخد بالك من حاجة زي دي. من بنود، من مثلا اختام معينة، من كلام معين انت مش واخد بالك منه. انك انت كمان ما تمديش على اي حاجة كده غير اما تعرف كويس او بتمدي على ايه، ويكون معاك حد فاهم في الحاجة دي، حد قانوني يكون فاهم في الموضوع، ويكون دي دراسته، بحيث انك انت تتجنب اي يمكن تلاعب او تزوير يكون ضدك. تمام. كمان شايفة برج الجوزاء بيحاول يسترجع حقه. انت عندك العدل، عندك كلمة العدل. العدل، انت بتبحث عن العدل، بتبحث عن السلام يا برج الجوزاء.
انت اتظلمت الفترة اللي فاتت، ناس كتير قوي غدرت بيك، ناس كتير جت عليك، اتخنت من اقرب الناس ليك، اتخنت من اصدقائك، من اصحابك، من معارفك. انت الدنيا كلها حطت عليك وكمان الشريك معاهم. شايفة يا برج الجوزاء، انت عملت الخير بس ما تردلكش خير مع الناس دي، تردلك شر وظلم وكسرة قلب. بس شايفة ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك حق، لان شايفة في كلمة العدل. العدل بقى انك انت بتبحث عن عدل في حياتك الشخصية. حد كل عليك حاجة، خد منك فلوس وما رجعهاش، حد مثلا ضحك عليك في ورق معين، حد مثلا قالك امضي على الورقه دي والورقه دي طلعت فيها تزوير، فحصل مثلا لعبه كده عليك او مكيده انت اتحطيت فيها. في شايفه برج الجوزاء ممكن تكون يعني موكل حد محامي بقى، مستشار، حد قانوني، ان هو مثلا ياخد لك حقك في ورق محكمه وفي ورق معين، ورق نفقه، ورق طلاق. انت منتظر ورق بقى، ايا كان الورق اللي منتظره او انك انت بتبحث عنه او عن العدل فيه، فهيجيلك. تمام. كمان عندك ناس خدت منك فلوس يا برج الجوزاء وما رجعتهاش، هيرجعوا لك الاشخاص دي وهيتاسفوا لان عندهم كارما اذتهم في حياتهم، تعرضوا لكارما وتعرضوا كمان يمكن لظلم هم كمان، وبيفتكروا ان هم جم عليك يا برج الجوزاء، وده كان سبب يمكن خسارتهم في حياتهم، فهم عايزين يردوا لك يمكن حقك او يردوا لك الشيء اللي سلبوه منك بدون وجه حق. برج الجوزاء انت هتكون عليك العيون الفترة الجاية يعني كتير، فعايزاك تكون حذر الفترة دي. تحصن نفسك يا برج الجوزاء. تحاول انك انت كده تداري على شمعتك عشان تقيد. عندك انفراجات مالية، عندك انفراجات على جميع المستويات. برج الجوزاء في حد هيطلب منك المساعدة المادية او المساعدة المعنوية، ممكن حد. انت شخص يا برج الجوزاء طيب جدا، شخص انت قافل على قلبك، ولكن برضو شخص طيب، شخص واخد بالك يمكن من مشاعر الناس، شخص متعاطف جدا مع اللي حواليك. انت يا برج الجوزاء مريت بظروف وحشة في حياتك، او انت محدش وصلك ووقفك على رجلك غير ربنا سبحانه وتعالى ثم نفسك. يعني انت شخص طلعت اعتمدت على نفسك، اعتمدت على انك تكافح في حياتك وتجتهد في حياتك عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. مفيش حاجة جاتلك على طبق من ذهب او ان هي جاتلك كده من باب للطق، لا سمح الله، كل حاجة انت عملتها كانت بمجهودك. بس للاسف يا برج الجوزاء الناس بتشوف انك انت اللي وصلت له دوت ما وصلتلهوش من اجتهادك او نجاحك، بيشوفوا انك انت وصلت له يمكن بمساعدة اخرين ليك، بمساعدة مثلا عيلتك، اهلك، بمساعدة انك انت كنت عندك حظ بقى، بيسموها حظ، انك انت كنت محظوظ. لكن انت ما كنتش محظوظ يا برج الجوزاء، انت ما كنتش محظوظ، ما فيش حاجة جات لك غير لما انت سعيت فيها واجتهدت عليها، وانك انت اشتغلت على نفسك عشان تحصل عليها. برج الجوزاء عندك الفترة الجاية يعون عليك، عندك شعبية حلوة، عندك شهرة، عندك حد هنا بيحاول ان هو يعني يعمل لك طاقة تخاطر، طاقة جذب. هي امرأة، اللي بيسمعني لو رجل فدي امرأة. الامرأة دي يا برج الجوزاء ممكن تكون هي سبب خراب في علاقاتك او في حياتك. لو انتي امرأة اللي بتسمعيني كمان يا برج الجوزاء، فهي حد ممكن تكون من طرف الشريك. تمام. لما عن الشخصية دي او الشخص ده وداني بيسمع للي حواليه، شخص ما عندوش شخصية، ما تزعلوش مني يعني يا برج الجوزاء، متقلب المزاج، شخص كده كل شوية بحال، متعرفلهوش وش من ظهر. الشخص ده يا برج الجوزاء ندمان جدا عليه، بيعملك طاقة تخاطر او جذب. ولو انتي امرأة اللي بتسمعيني، فهي ممكن تكون في طرف عند الشريك، او من طرف الشريك بقى، من عيلته، من اصدقائه، من حد دايما يعني. بص هي ظهرالي على هيئة حية، يعني دايما بتلعب في ودان الشريك، او بتحاول ان هي مثلا تبعده عن طريقك. يعني سبب التباعد يا برج الجوزاء كان بسبب امرأة بنسبة كبيرة، امرأة كده يمكن قوالة وعوادة وفيها كل العبر الوحشة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، جابت في سيرتك يا برج الجوزاء، شوهت سمعتك. شايفة ان شاء الله عندك عدل، عندك رد حق، عندك رد كمان غيبة يا برج الجوزاء، يمكن حد اتكلم في ظهرك بكلام وحش، والحد دوت هيرد غيبتك. برج الجوزاء انت عندك انفراجات حلوه الفتره الجايه، عندك اكتر من باب هيتفتح لك الفتره الجايه، الباب ده هيكون عوض من ربنا سبحانه وتعالى على تعبك وعلى اجتهادك وعلى سعيك وعلى الخير اللي انت عملته يا برج الجوزاء. انت عملت خير هيترد لك الفتره الجايه. برج الجوزاء انا بشوف انك انت الفتره دي مركز على نفسك، بتحسن من نفسك، بتطور من نفسك.
قافل على قلبك، متحكم على مشاعرك، مش مدي يمكن أهمية للي حواليك، مش مدي أهمية للناس اللي بتحاول تعيب فيك أو إن هي بتحاول إن هي تحقد عليك. انت مريح دماغك، مركز على نفسك، مركز على طموحاتك، مركز انك انت لو في حاجة جديدة في حياتك عايز تعملها هتعملها. منتظر دايما الأحسن وفي تطور دايما يا برج الجوزاء. انت مش منتظر حاجة من الماضي، والشخص اللي جرحك في الماضي اللي انت زعلان عليه ده يا برج الجوزاء، انت بتبص عليه بصت انك انت غلطت في حق نفسك. انا غلطت في حق نفسي عشان دخلت شخصية زي دي في حياتي تتحكم فيا، تجرحني، تخليني اقدم تنازلات وتضحيات ما كنتش المفروض انا كجوزاء اعملها معاه. انت يا برج الجوزاء يعني كنت شخصية كده ليك يمكن هيبتك وليك وضعك وليك مكانتك الخاصة. 100,000 حد يتمنى ان يخش في حياتك، لكن مجرد انك انت يعني ضمن حبك فهو لعب بيك. فانت بتشوف ان هو ما كانش فعلا المفروض انك انت تدخله في حياتك، وتشوف ان دي اكبر غلطة انت غلطتها في حق نفسك مش في حق حد. ولو هو عمل ده فيك فعمله فيك عشان دوت يمكن غلطك انت. برج الجوزاء انت اتظلمت من الشخص ده جدا، جه عليك، يمكن استغلك نفسيا ماديا، استغلك يمكن أسوأ استغلال يا برج الجوزاء. طعن فيك، ما رحمكش، سابك في عز ضعفك وتخلى عنك وراح لحد غيرك. او هو شخص مادي، انت بتشوفه شخص مادي، شخص اناني، شخص بتاع مصلحته، شخص مش فارق له حب ولا الرومانسية ولا الكلام اللي هو كان بيعيشك فيه. هو عامل زي ما يكون عايشك في وهم وسابك وخلع، اللي هو انا بكره هعمل، انا هفضل معاك، انا معاك على الوحشه وعلى المره، انا عمري ما اتخلى عنك، انا عمري ما اتخلى عنك. اللي هو الكلام اللي هو الانشا ده اللي بنسميه، اللي هو كلام الحب والقصص والافلام القديمه دي. فانت بالنسبه لك عايز تثبت الحب بطريقة تانية، بطريقة فيها خطوات فعلية. والله انت بتحبني، اثبت لي بتحبني انك انت تضحي عشاني، انك انت ترجع لي انت وتقول لي انا معترف بغلطي معاكي. انت شخصية دي يا برج الجوزاء غلبتك من ناحية ايه؟ من ناحية ان هي ما بتعترفش بغلطها، طول الوقت شايفة نفسها الصح، شخصية عنيدة، شخصية تعباك. بس في نفس الوقت انت عندك يمكن حنين للشخصية دي وعندك ذكريات عايزه يرجع، بس بشروطك او يرجع يمكن بدماغك انت يا برج الجوزاء. مش عايز حد تاني يرجع تاني يعيشك في المأساة اللي انت كنت بتعيشها لوحدك. تمام؟ عندك كارما للشخص ده، الشخص ده بيتعذب في غيابك، بيتقلب جدا، حزين جدا على كل فرصة يعني ضيعها. وبيشوفك انت من الفرص دي يا برج الجوزاء، بيشوفك انت فرصة ذهبية وضاعت من ايده، ضاعت من ايده، هو خسرك. بس يا ترى الخسارة دي هعوضها ازاي؟ ده تفكيره في الوقت الحالي، انا بحبه ومشتاق له تمام، بس الجوزاء مش هيرجع لي. انت مش عايز ترجع له بالطريقة دي. ممكن البعض منكم حاول ان هو يكلمكم، او حاول ان هو يرجع لكم، او حاول ان هو يخترق حياتكم مرة تانية، بس انتوا عملتوا ايه؟ عملتوا حدود. ممكن يكون في كلام، بس الكلام ما بينكم ممكن كلام رسمي او كلام بقى زيه زي اي حاجة. يعني خلاص الشخص ده بالنسبة لك، عارفين انتوا يا برج الجوزية، الشخص ده بالنسبة لك ولا هو حبيب ولا هو مش حبيب، اللي هو انت ولا بتحبه ولا بتكرهه، اللي هو انت بالنسبة لي شخص عادي. انت وصلته للمرحلة دي، كان في ما بينك وما بينه مشاعر، بس المشاعر دي اللي طفاها او اللي خلاها دبلت كده هي انك انت ما لقيتش الاهتمام، ما لقيتش التضحية. تعامل زي ما تكون وردة، والوردة دي طول الوقت مش مهتم بيها، فطبيعي ان هي تدبل وتموت او ان هي ما تكملش معاك. انت كنت كده يا برج الجوزاء، كنت وردة وهو ما رعاهاش وما اهتمش بيها. فما تزعلش بقى لما حاجة يخسرها ويرجع تاني بقى عايزها ازاي. الشخص ده هيحاول يكلمك الفترة الجاية، يطلب منك لقاء، هيحاول ان هو يدخل حياتك مرة تانية. ممكن بقى يظهر لك بصور على السوشيال ميديا، يحاول يغيظك، يحاول يستفزك، يثير غضبك، يلمح لك كده ان انا مش فارق معايا، وان انا حياتي من غيرك عايشة هي ومكملة، وان حياتي موقفتش، بالعكس انا حياتي بقت احلى واجمل لما انت بعدت. تمام؟ الشخص ده هيكلمك برج الجوزاء وهيطلب منك يمكن التسامح او الاعتذار، وهيقدم لك العرض اللي انت يمكن كنت محتاجه منه في الوقت اللي فات.
برج الجوزاء انت شايل اعباء واحمال كتيره ظهرالي. بص الاعباء والاحمال اللي انت شايلينها، اعباء واحمال، مسؤوليات. انت شايل مسؤوليه عيلتك، مسؤوليه نفسك، متحمل ضغوطات ويمكن استرس يمكن مأثر عليك نفسيا او صحيا. عندك اجهاد الفتره دي يا برج الجوزاء، عندكم صداع، عندكم يمكن كمان حاسين بألم في جسمكم، حاسين ان كنتوا مش احسن حال، عندكم ارهاق طول الوقت. برج الجوزاء انا بحس انك انت شوية ممكن تكون نسيت الشخص ده، بس بانك انت بتحاول انك انت تطور من نفسك، يعني بتنساه بانك انت تشتغل على نفسك وتكمل حياتك. والله يعني برج الجوزاء بشوفك انك انت لو في حد جديد دخل حياتك مش هتوقف حياتك على الشخص ده، او انت اوريدي مش موقف حياتك، انت عايزه يرجع لك لرد اعتبار مش اكتر، يرد لك اعتبارك. تمام. عندكم شخص جديد يا برج الجوزاء في حياتكم اتعرفتوا عليه على الانترنت او السوشيال ميديا، او شخص يمكن من صديق مشترك معاك، ممكن يكون زميل معاك في العمل، ممكن يكون جار ليك، حد في العيلة، حد انت تعرفه يا برج الجوزاء اتكلمت معاه او هو اوريدي في حياتك. الشخص ده بيحبك جدا، انت بتحبه جدا جدا، في ما بينكم ما بين بعض مشاعر قوية. المشاعر دي هيكون نهايتها ايه؟ نهايتها ان شاء الله هيكون فيها ارتباط رسمي او حاجة كده جدية هتكون يعني مفرحة ليك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء للناس العزاب هنا انا بشوف ان في شخص حاطط عينه عليكم وباصص لكم كده بصة اللي هو ايه الجمال ده والحلاوة دي يا برج الجوزاء. في الشخص ده الفترة الجاية هيحاول ان هو يوضح لكم قد ايه ان هو كان معجب بيكم بقاله فتره. ممكن يكون معاكم زميل في العمل او في الدراسه او في محل الاقامه، ممكن تكونوا بتعدوا من قدامه بتشتروا حاجه من عنده، ايا كان خدها على حسب قصه حياتك يا برج الجوزاء. الشخص ده انت ممكن تكون بتكرش عليه او ما بتكرشش عليه، يعني اللي بيكرش على حد فهيكون هو ده، لو مش هو وما بتكرشش على حد فهيكون في حد بيكرش عليك. الشخص ده هيطلب منك الفترة الجاية يمكن حاجة كده رسمية، بس ممكن ان هو دلوقتي بيدرسك او بيحاول يسأل عنك اكتر، بيحاول ان هو يعرف عنك معلومات اكتر عشان يقدر ان هو يدخل حياتك. تمام يا برج الجوزاء. ممكن بقى تتعرفوا عن طريق حفلة، عن طريق حد من العيلة، حد يجيبولك يا برج الجوزاء. تمام. عندكم احتفالات، عندكم هتقدموا هدايا لحد، في حد هتقدم له هدية برج الجوزاء. تمام. او في حد هيقدم لك هدية الفترة دي، ايا كان بقى، هدية، اعتذار، ممكن حد يطلب منك ان يشوفك او كده، ايا كان. شايفه الدنيا يكون فيها يعني احوال حلوه الفتره دي الجايه ليك يا برج الجوزاء، صحتكم فيها استقرار. شايفه كمان ان كنتوا بتحسنوا من وضعكم الصحي، بتهتموا بنفسكم جدا، بجسمكم، بنجاحكم، بكل حاجه. برج الجوزاء انت عاجبني فعلا الفتره دي انك انت معتمد على تحقيق ذاتك الفتره دي ومكتفي بنفسك. ابراج كانت معانا، كان معانا برج الثور، كان معانا الجدي، الحمل، الاسد، العقرب، السرطان، الدلو، الميزان. وبكده تكون خلصت قراءتنا يا برج الجوزاء. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتقولوا رايكم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو القادم على خير ان شاء الله.